عسلامة، شنحويلكم؟ إن شاء الله تكونوا في ألف خير يا ربي. يا صباح النشاط، يا صباح الشتوية والأيام الباردة. رجعنا للشتوية، لكن قبل هذا الكل البنات حبيت نوريكم المنظر هذا، وراهو ما خفاء أعظم. مثالش ما تخافوش، بإذن الله خير. البريود اللي فاتت جتنا برشا عجيج، هاك علاش باش نشارك معاكم روتين مزيان، روتين عميق للصالة أتم معنى الكلمة. وقبل هذا الكل حبيت نشارككم الدروج، بحكم هو جا في وجه الدار وباش يبدا اللي طالع واللي هابط، حبيت نتهنى عليه هو وسيرتو الصغيرات بيك يدخلوا يحطوا دبشهم من برا. نتهنى اني الدار من داخل تبقى نظيفة، وديما نقولوا الحمد لله لعل فيها خير، واللي يجي من عند ربي راهو اكيد اكيد في حكمة وفي خير. كملنا سيقناه تهدينا عليه، والحمد لله محلاه المنظر المزيان والنظافة. والحاجة الأخرى اللي باش نعملها إني باش نتهنى على الدبش قبل ما نمس أي حاجة في الدار، نحط الدبش في الغسالة هكاك نتهنى إنه يتغسل، من بعد ننشره وفي نفس الوقت نكمل قضيتي، نمشي نطويه. وري أكثر حاجة تعمل كركبة للدار وتحس إنها الدار فوضى رغم إنها تبدأ نظيفة، الحوايج تبدأ مش في بلاصتها. هكا علاش ننصحكم احرصوا الحرص شديد انها الحاجة كي تهبط من نشار طول ترجع للدريسينج متاعها. توا توتسويت ندخلوا للروتين متاعنا اللي هو الصلاة، باش ننظف معاكم صالتي تنظيف عميق. بعد هيك الأعصار اللي جانا متاع العجايج وهيك التروبات اللي حصلت لنا، ديما نقولوا الحمد لله. حبيت نشارك معاكم الروتين نحفزكم وننشطكم. أول حاجة باش نعملها نلم كل شيء موجود، نحاول باليتاب وفي نفس الوقت نفرغ الصهلة باش نجم نقضي على راحتي. بحكم فما برشا غبرة لازم نمسح ونعاود نمسح نعاود، ومن بعد نعمل هكا الرشة لجاكس. والا بالنسبة لي انا باش نشارككم الخلطة اللي عملتها الايامات اللي فاتت، واللي ما تفرش عليها ينجم يرجع للفيديوهات وباش نقولها لكم رابيدمون. عملت خلطة مزيانة على الاخر اللي هي خل وكربونات، وعملت معها هكا القشرة البرانية متاع السيترون، صدقوني ريحتها بنينة بنينة على الاخر. لهنا قاعدة باش نلم كل شيء موجود، وباش نجيب الاسبيراتير وباش نعمل كنسة وتنظيفة باهية للتربية. وبحكم تعرفوا عندي صغار، ومهما يحرص الواحد انها الحاجة ما تمسخش، لكن يقدر الله وتتمسخ الحاجة. وبالنسبة لي انا ما نحبش الحاجة تتراكم فوق بعضها، نحاول الحاجة نعالجها وهي مازالت في أولها، كما تحصل تاشيت مثل في الكنابي وإلا في الزربية. نعملها الخلطة هذه اللي هي كربوناتو وأي برودوي نتاع غسيل وكاجولين ومعاهم خل وشوية ماء، ونجيب بروسادون ولا أي بروس عندكم، ونبدأ نمسح فك ليتاش اللي موجودين. هاني قلت لكم راهو تنجم يكون في أي بلاصة، صدقوني الريزلتا مزيانة على الاخر ما تبقاش التراس. وهكيك خاطر توا مش وقيت انك باش تخرج الزربية وتغسلها، الدنيا بردت وشوف كيفاش باش تشيح لك. الطريقة هذه سهلة على الاخر، في نفس الوقت تخلي حاجتك مرتوبة. بطبيعة من بعد عملت لها كيف من هكاكا لازم نلمها وننفضها بالباهي ونخرج نشمسها في الشمس. ومن بعد باش نكنسو الدار كنسة باهي. وكما قلت لكم في اول فيديو الروتين راهو روتين عادي، لكن حبيت نشاركه معاكم للتحفيز وفي نفس الوقت ننشطكم شوية. خاطر الروتين هذه نتصور معظم الانسان ما نعملوش كل جمعة الحق، وانا واحدة من الناس ما نعملوش كل جمعة وما نعملوش كل يوم، نعملو مرة في الشهر. وكان جاني ظرف خاص رنا نعملو في 15 يوم. كنست الدار كلها كنسة باهية، بعد هيك التنفيذ متاع الغبرة. ومن بعد بليتاب توا بعد ما كنست وتهنيت اني ما عادش فما غبرة، باش نجي نمسح كل حاجة عندي. باش نمسحها بالخلطة اللي وريتها لكم في اول فيديو. نمسح الديكور والمابل تيفي والتيفي، وبعد نرجع لكم.
وهو تنظيف عميق. جبت هيك لك الشباك بحكم يحل على الشارع وتعرفوا الغباب الكل. وكما قلت لكم روزتنا إعصار الحمد لله. جبت الاسبيراتير وبديت نجبد فك الجوانيت هيك صغيرة، حاولت نجبدهم الاسبيراتير هكاك باش نضمن انها الغبرة كلها تتنحى. وزدت الخيمة البرانية وسعت عليها بالي وجبت الغبرة كلها. ومن بعد باش نعمل له مسحة زادة باهية للشباك للبلارة. ومن بعد باش نجيب الخيشة ولا جاكس ونمسحهم مسحة بالكدا ونخرجوا بك الريزلتا المزيانة واللي نحبوها واللي ديما نحبوا دارنا تكون في الصورة هذيك. لكن اللي عنده صغار وإلا اللي عنده برشا حركة في الدار راهو مش باش تبقى لك فك الصورة هذيك. نحاولوا نتأقلموا مع الظروف الكل ونحاولوا ميسالش في تبديل السروج فيه راحة. الحمد لله كملت. شوفوا ما شاء الله يشعل شعلين الحمد لله. وديما الواحد كي يبدأ يقضي وإلا يعمل يطيب يعمل في أي حاجة يحاول يذكر ربي يستغفر وفي نفس الوقت يحتسب بالأجر خاطر فيه بركة وفي نفس الوقت ما تعديش وقتك هكاك. تعدينا زادة للصلاة لازمتها هيك مسحة بالقدام الغبرة الكلها. وتوا جينا للمرحلة الثانية ولا المرحلة الأخرى واللي هي المسحين. نعمل مسحة باهية باهية تبرد على القلب بالمبلول. ومن بعد نعملها بالشايح ونعمل فيها ريحة صراحة نحبه على الآخر ويبقى برشا ريحته في الدار برودوي جمل ويخلي ريحة بنينة وفايحة. صدقوني جربوه وتفكروني. ومن بعد لشايحة الدار بالقدام توا وقيت باش نرجع نفرش التابي بالطبيعة بعد ما نشرتها وشمستها بالباهي. توا باش نرجع كل حاجة لبلاصتها باش نحاول نعمل تغيير بسيط بالموجود عندي في الدار. بطبيعة مش بضرورة تشروا وتكلفوا رواحكم، لا رو تنجموا ارتيكل مثال مخدة تبدلها اللون ولا تبدلها من كوان لكوان. صدقوني يفرق برشا معاكم وتحسوا حاجة جديدة دخلت في الدار. هكا علاش نحاولوا نكونوا احنا الأذكياء ونلعبوا على النفسية متاعنا. وبالطبيعة تبديل السروج فيه راحة نحاولوا ما نقلقوش بالحاجات اللي عندنا. كملت رصفت كل حاجة باش نرجع الحاجات اللي خرجتهم الكل ونبدل كما قلت لكم الديكور ونرجع لكم. ولهنا البنات حبيت نشارككم مشترياتي حاجة بسيطة اللي هي البلانت الارتيفيسيال هذه. صدقوني فرحانة بها على الاخر على الاخر على الاخر. خاطر كما قلت لكم راهي ديما الحاجة الجديدة والحاجة اللي تعمل تغيير في الدار راهي تخلي خاصة حنا نسال نحبوا يعني نبدلوا شوية في الدار شوية ديكور شوية فازات تخلينا فرحانين على الاخر. هيك علاش ديما نلعبوا على الحاجات اللي تبدلنا المود متاعنا. نرجو نحكوا على البلونت صدقوني فرحانة بها على الاخر وفي الواقع احلى واحلى برشا. لونها كما قاعدين تشوفوا مشي على الناتوريل اكثر من انها بين بلونت ارتيفيسيال مزيانه. الطول متاعها مناسب على الاخر تقريبا 150 متر. والبلاصه متاعها بطبيعه اكل مقابله اون فاس الكوان هذيك باش نفكسها فما خاطر عندي ولدي ديما يمشي للضوء ويحاول يلمس هكاك. نحاول اني نحفظ البلاصه عليه من الخطر. ان شاء الله تكون تعجبكم. وبالنسبه السوم نتاعها مناسب على الاخر ان شاء الله تعجبكم. وتوا حطيتها في البلايصه منظرها مزيان على الاخر تشره تشره تشره. رجعت كل حاجة في بلاصتها كل شيء شد بلاصته. وهذه بدلت هكا شوية كما قلت لكم الديكور بدلت حاجات كانت في بلاصة ولات في بلاصة أخرى. ولهنا باش نبدل زاد الفاز هذا قلقت منه شوية وبدلت حطيت الورد هذا حطيتها في الفاز البلون حسيته يمشي على التين متاع الصالة متاعي.
وهذا البوكيه بعد ما كملت حولته من الفاز للفاز، صدقوني جا محلية على الاخر وخرج على الصالون. وهذه صالتي بعد ما كملت نظفتها وفرشتها، وتوا أعز وأحسن مرحلة عندي كيف نكمل قضيتي ونحس روحي جهدي كله ما مشيش خسارة، نحس روحي عملت إنجاز وصلت في الفينال. المرحلة هذه تعز على قلبي ياسر، وخاصة هيك التفويحة اللي تخلي ريحة بنينة في الدار. وبحكم الدنيا بردت توا رجع الحنين للبخور، وخاصة كي يبدأ البخور هكا ريحته مزيانة، بخور عليه المعنى والكلام. والبخور كما قلت لكم قبل راهو من نوع الفاخر، صدقوني راهو ريحته قد ما نحكي لكم بنين 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 وما نكفيش حق. ولعت هيك الشربونة متاعي وحطيت البخيرات متاعي ونمشي نبخر صالتي بعد كل هيك التعب وهيك الجهد، ونتمتع بالنظافة وبالريحة المزيانة وبالمنظر بالطبيعة المزيان واللي يشره. ويا حبذا تقعد الدار من هكا. أما يا ذنوبي اللي عندها الصغار، بالنسبة نحكي على روحي من باس ويعات وترجع كل شيء لبلاصته، ما يسالش ما يدوم حال والحمد لله. وكل بخور عجعجة في الدار، ريحة بنينة على الاخر. ان شاء الله نكون حفزتكم ونشطتكم، نخليكم تاخذوا توا فكرة على صالتي وعلى التغيير البسيط والديكور. واللي تعجبها حاجة ميسالش تخليلي كومنتير وانا نجاوبها بإذن الله. ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله يكون عجبكم ذوقي يا ربي. وان شاء الله اللي تسألني اي سؤال ان شاء الله تكون عندها الاجابة باذن الله. ومن بعد هكا التعبة لازم نطيب هكا حويجة تدفي في الطقس هذا البارد. حبيت نشارككم طريقتنا في تحضير القريتفة. باهي المكونات البقول الجافية اللي عندكم كلها: عدس، حمص، فول أكل خشين، الفول المصري، جلبانة، فول الأخضر، شلبة. الخضرة الخضراء عملت معدنوس وشوية تابل وسلق. شلبة، فرميس، دنجيل. حاصل حطيت في الطنجرة متاعنا كمية من الماء وصبيت عليها الزيت، ومن بعد فوحتها مغرفتين مش مليانين برشا طماطم معجونة، ومغرفة فلفل زينة، ولهنا مغرفة فيح متاعنا. من بعد دوب مغلاء المكفولة متاعنا باش نصب عليه هيك الخضرة هذيك الكل، ونخليها تاخذ وقتها في الطياب. ومن بعد الحملي عندكم بالنسبة لي باش نعمل شوية جديد وباش نزيد عليه شوية دجاج. ولهنا حطيت مغرفة كركم ومغرفة ملح، ما ملحتش برشا على خاطر قلت لكم راني باش نحط عليهم جديد ودجاج. باهي من بعد تعديت المرحلة الثانية واللي هي باش نحضر لها البات متاعها اللي باش تطيب. البات سهلة على الاخر. الحاجة اللي ننصحكم فيها انكم تعجنوها بالباهي. عملت كيلة سميد وعليها كيلة فارينة، وباش نملح تقريبا مغرفة مش مليانة كبيرة ملح. نعجن بالماء الدافي بالباهي. نوصيكم ونعاود البات يلزم تكون ياسر سوبل وفي نفس الوقت معجونة بالباهي. من بعد باش نطرحها على البلون ترافاي، تقريبا السمك متاعها 1 سنتيمتر بالقلقال. بالطبيعة باش تشوفوا الطريقة اوضح في الفيديو. نجيب سكينة ونحاول نقسمها بالطول هكا، شرائح بالطول. وفي الوقت هذا نقص على الطنجرة متاعنا على الاخر نقصلها بالباهي وباش الباط كلها تطيب ميم طياب. باهي نشد كيف من هيك نهزهم ونقسمهم يعني طول والى اللي انتم حاجتكم بيه. شفتوا؟ في نفس الوقت نقسم ونحط في الطنجرة، وبحكم الغاز ضعيفة راهم باش يطيبوا لكم كل نفس الطياب. خلوهم تقريبا هكاك ربيع ساعة، وري ما تخافوش ري ما تتحلش الباط. نحطهم بالطريقة هذيك
خليهم يطيبوا بالباهي بالباهي، نعرفهم طابوا وتخل هيك الصوص في العجينة. من بعد نحضر كمية متاع ثوم ونحطها في الاخر، وهيك تكون الوصفة متاعنا حاضرة وما ناقصها شيء. والبنة ما غير ما نحكي لكم صدقوني بنينة على الاخر وتتاكل على الشبع وفايحة وتسخن فيها البرد وفيها الطقس هذا. اخر شيء حبيت نوريه لكم كيفاش حضرت وكيفاش كانت. ان شاء الله تجربوها البنات بالطبيعه وان شاء الله تكون عجبتكم. وهكا نوصل بكم لاخر الفيديو. ما بقى لي كما نقول لكم كان ان شاء الله عجبكم الفيديو ان شاء الله تخلوا لي برشا كومنتات وتشجيع. وهكا نوصل بكم لاخره ونقول لكم بسلامه ودمتم في رعايه الله وحفظه. ان شاء الله نتقابلوا في فيديوهات قادمه.